ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ النهارده معانا الافاتار 12. الافاتار 12 يعني انا من النظره الاولى العربيه هي ما فيهاش اي زراير خالص، بس اللي انا اكتشفته مؤخرا ان الزرارين هتلاقي عندك زرارين في الطار، الزرار ده والزرار ده. الزرارين دول ليهم استخدامات كتير جدا، الاستخدامات بتاعتهم على حسب الامر اللي انت هتديه في العربيه في الشاشه هنا. فليكن مثلا ان انا عايز احرك الستيرنج ويل، يعني مثلا سواء احرك الدركسيون فوق او تحت او ان انا ادخله جوه او اطلعه. تمام. عاده كان في معظم العربيه كنا بنلاقي مثلا زرار تحت الدركسيون، فبنظبط احنا الوضعيه بتاعته سواء كان مانيوال او كان اوتوماتيك معايا من خلال الزرار اللي هو زي نظام اللي هو بتاع الكراسي اللي احنا بنطلع منه والكلام ده كله. لكن في الافاتار مفيش الكلام ده. الافاتار مثلا بنختار مثلا الستيرنج ويل ويقول لي مثلا الزرار اللي هو اللي على الشمال اقدر اتحكم انا فيه من خلال الوضعيه بتاعت الدركسيون عندي، اقدر اخليه مثلا فوق، اقدر انزله لتحت. حركت يمين فالدركسيون هيطلع قدام، شمال الدركسيون هيرجع لورا. تمام. فده اول امر معانا من خلال الزراير دي. تاني حاجه معانا وهي الكاميرات. الكاميرات اللي معانا بص كده، لو انا بص في مفيش هنا طبعا مرايات هنا، بس في كاميرا هنا مكان المرايات سواء شمال او يمين معانا. تمام. بس هم حاطين لك شاشه هنا، الشاشه هنا متصله بالكاميرا دي. وليكن مثلا ان انا عايز اغير الفيو بتاع المرايه دي. فمثلا لو حركت الزراير معايا يمين او شمال، بص المرايه بيحصل فيها ايه. فبختار انا الوضعيه اللي هي اللي بتناسب انا عندي الرؤيه بتاعتي سواء شمال او فوق. طبعا العربيه فيها اوبشنز كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. كمان فيها مثلا اللي هو الغسيل بتاع الكاميرات لو عليه اي اتربه ولا حاجه. كمان تقدر من هنا تقدر تغير الخلفيات بتاعت الشاشه. فيها كل حاجه العربيه دي. احنا ده اول فيديو كده حبيت ان انا اوضح لك فيه بعض الاوبشنز ده، ولكن في فيديو تاني كده هشرح لك العربيه كلها وهشرح لك الاوبشنز بتاع الشاشه. كمان برضو الكاميرات اللي هنا سواء الكاميرات الاماميه او الخلفيه تقدر تاخد لقطات مثلا فيديو معاك، او تقدر تاخد فيديو مثلا معاك. وطبعا كل حاجه بتتحفظ عندك في ال ال الكارت الميموري بتاع العربيه. وطبعا كل حاجه بتتحفظ معاك في الشاشه عادي يعني.